عندنا لحمة ضاني، يبقى لازم نعمل كده. هاتي حلة ونزلي عليها لتر ونص مية لحد ما تغلي، وبعد كده انزلي عليها بكيلو من اللحمة الضاني أو حسب الكمية اللي عندك. وهننزل عليها البلحة دي مهمة قوي، هتساعد في التسوية وبتديها طعم حلو جدا. وبصلاية وجزراية وطماطماية وفلفلاية وتلات أربع ورقات من ورق اللورة، ومعلقة صغيرة مليانة من الملح، ونص معلقة صغيرة ممسوحة من الفلفل الأسود، ونغطيها بقى ونسيبها تتسلق. وأنا حطيت ملح عشان اللحمة الضاني بتاعتي صغيرة، وكده كده حاطة معاها كمان بلحية بتسهل جامد في التسوية. ونجيب طاسة أو حلة ونزلي عليها ربع كوباية من الزيت النباتي، وعليهم بصلة حلوة كبيرة كده متقطعة قطع صغيرة، تتقلب تقلبتين. انزلي عليهم بمعلقة صغيرة من الفلفل الأحمر المفروم، وبعد كده معلقة صغيرة من الثوم المفروم. ونسيب البصلة تتشوح كده حوالي 3 4 دقايق، وهنزل عليهم بكيلو من البامية، والبامية دي طبعا متفرزة، كده كده مفيش بامية دلوقتي طازة. وههدي النار بتاعتي لحد البامية ما تبتدي تفك كده وتسيح من التلج بتاعها. انا بحب احط الحاجة بتلجها علشان تحتفظ بلونها الاخضر. لما التلج هيسيح معاكي على النار هادية، هتحتفظ البامية بلونها الاخضر الحلو. ما تسيبيهاش بره تفك وبعدين تحطيها فكة، هتبص تلاقيها اغمقت. بعد كده هنزل عليهم بلتر من الطماطم المعصورة او كيلو من الطماطم، هتعصريه وتصفيه ونزليه عليهم. وكده هنرجع للحمة بتاعتنا، هنلاقي اللحمة بتاعتنا استوت وبقت في منتهى الجمال ودايبة وحلوة جدا. على فكرة البلحة بتفرق جامد جدا لو عندك لحمة أو فراخ أو بط أو أي حاجة وعايزة تسرعي التسوية بتاعتها، حطي البلحة كده سليمة زي ما هي، اغسليها واحتفيها. وبعد كده هنرجع تاني للبامية، كده كملت السوا بتاعتها مع اللحمة. وما تنسيش البامية بتبقى حلوة جدا لما تحطي عليها معلقة من الكزبرة المطحونة، بتخليها طعمها حلو. وهتجيبي الطاجن الفخار بتاعك ونزلي عليه البامية بلحمتها كده بصلصتها، وهندخلها الفرن حوالي تلت ساعة تاخد لون حلو، ويبقى طعمها وشكلها في منتهى الجمال. والحركة دي بتفرق جامد قوي في الشكل وفي الطعم لما ندخلها الفرن تلت ساعة كده او ربع ساعة، وتاخد من على الوش لون جميل. وما تنسوش طبعا اللايك والشير والاشتراك وندعم القناة. وطلع طاجن البامية وحلو جدا وشكله بيتكلم عن نفسه. وما تنسوش وانتوا بتعملوا طاجن البامية اعملوا معاه حلة رز كده بالشعرية، هيبقى شكلها حلو وطعمها جميل. ونجرب بقى ونحط مغرفتين من البامية مع حتة لحمة، وبألف هنا وشفا. وتفضلوا معانا وجربوا، هتعجبكم جدا جدا جدا. وما تنسوش تدعموا القناة يا جماعة، وسهلة بس جميلة، شايفينها دايبة وجميلة.